عودة لاستوديو الهواء، والموضوع اللي بيهم كل بيت الاستعداد للعام الدراسي الجديد بعد 9 أشهر من بداية جائحة كورونا. الكل مستعد متهيئ في عام دراسي استثنائي. النهاردة هنشوف ازاي نستعد كأسر وكأبناء للعام الدراسي الجديد. ضيفتنا في استوديو الهواء أستاذة رقية محمود عامر، أخصائي صحة نفسية وتربية إيجابية بكلية التربية الاجتماعية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بيك أستاذة عبير، وكل سنة وانتم طيبين وعام دراسي سعيد إن شاء الله، ويا رب يكون مليء بالنجاحات لكل أولادنا بإذن الله يا رب. هنبدأ على طول ونبدأ من الأسرة، وإزاي تستعد الأسرة للعام الدراسي الجديد. جميل. طيب هو طبعا احنا عندنا مشكلة في كل بيت مصري، اللي هو احنا بنستعد استعداد سلبي. ازاي؟ يعني دلوقتي انا لو قلت لكم يعني ايه احساسك وانت داخل كده على فترة الدراسة، فتلاقي معظم الناس تقول لك يا انا حاسس باكتئاب رهيب جدا، انا حاسس ان الجو كده الشتاء داخل علينا والصحيان بدري وريحة السندوتشات، عارفة الجو الكئيب دوت. فالناس كلها عمالة تقول لا انا فترة الدراسة دي مش بحبها. انا نادرا لما بلاقي حد بيحب فترة الدراسة، سواء بقى بيشتكي من الدروس او المصاريف او المذاكرة او الولاد مغلبينهم. فاحنا بنستقبل للاسف فترة الدراسة بكلام سلبي لاولادنا وطاقة سلبية تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بالزبط، وبالتالي تبقى عدوى. وطبعا بتنزل فعلا بوستات. انا اليومين اللي فاتوا دولت شفت كمية بوستات على الفيسبوك بتتكلم على بقى يعني قد ايه الواحد مكتئب وقد ايه الدراسة صعبة جدا، وتلاقي الامهات مطلعين الصور الشباشب والحاجات اللي بتربيها اولادنا الحاجات الكوميدية دي. انا عايزه اقول لك هي الثقافة اختلفت. يعني وانا صغيرة كطفلة واكيد الدراسة حتى لو انا شاطرة في المدرسة، لكن اتكسف اقول ان الدراسة مش حلوة. يعني احنا كان جيلنا بيعرف ده، ما ينفعش حد يقول يا المدارس والدراسة والكلام ده. ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجات كتير الصراحه، بس خلينا ندخل في البيئه المصريه والاسره والبيت المصري. ايه اللي حصل فيه الاول؟ اول حاجه زي ما قلت لحضرتك الكلام السلبي اللي احنا بنقوله. زمان كانوا بيشجعونا ان احنا ننجح وان احنا نكون افضل من اي حد في الدنيا، واول يوم دراسه ده بيكون عندنا عيد. دلوقتي بالنسبه لنا اول يوم دراسه بيكون صعب جدا، عندنا لخبطه في النوم، عندنا لخبطه في كل حاجه، متضايقين من دفع المصاريف، متضايقين من كل حاجه. فاحنا اول حاجه بنستقبل بيها وبنقول لاولادنا وبنقول لكل ام واب في كل بيت احنا عايزين نستقبل الدراسه استقبال فكري ولفظي وفعلي مع اولادنا. ما ينفعش انا اطلب منه ان هو ينجح ويجيب درجات عاليه وفي نفس الوقت بيشوف مني رد فعل عكس ده. تمام. انا عماله اقول له انجح ولازم تكون ناجح ولازم تكون عند جايب درجات كويسه ولازم تكون احسن من فلان وفلان، وعماله اجيب له في نماذج وعماله اقارنه بناس رغم ان ده غلط هنتكلم فيه بالتفصيل. وبرده عماله اديله رياكشن ان الدراسه دي حاجه صعبه وتقيله وفتره المدارس دي بتكون مش حلوه علينا. احنا ننتبه لنفسنا احنا. فاول حاجه لازم نستعد ليها كبيت مصري، اول حاجه استعداد فكري ولفظي وفعلي مع ولادنا. فاكره اول يوم دراسه في اول سنه دراسيه لاولادنا كانت عامله ازاي؟ كنا فرحانين جدا ان ابني داخل المدرسه، وراح اشتري له هدوم المدرسه وانا فرحانه، وبشتري له كراسات واشتري له الاقلام وعماله اجيب له في حاجات، وهو الطفل نفسه بيكون فرحان جدا وعنده استعداد. لكن اول ما بيدخل المدرسه ويبتدي يرجع البيت ويلاقي الام بتعامله بطريقه غلط ومش بتعزز سلوكياته صح ومش بتعامله بطريقه ايجابيه صح في المذاكره وفي المكافاه وفي العقاب، بيحصل عندنا خلل. وهو ده بقى ايه رد للسؤال بتاع دي اول حاجه. طيب تاني حاجه عايزين الاسره تستعد ليها. تستعد ازاي؟ تكون هاديه شويه، ونحط تحت هاديه شويه ديت 1000 خط. بين لنا طبعا. يعني نوفر بيئه هاديه شويه في البيت ومناخ هادي. يعني ايه برضو؟ يعني خالي من المشاكل الاسريه. 90% من مشاكل الاطفال النفسيه هي بسبب مشكلات اسريه، وما اكثرها في هذه الايام. يا ريتها بس بتيجي على المشكلات الاسريه. يعني الاطفال بتشوف ضرب واهانه بتسمع الفاظ، تمام، فكل ده بيأثر عليهم جدا. وفي الاخر بنرجع نقول ليه ولادنا مش بيركزوا كويس في المذاكره، ليه عندهم تشتت. تمام. فبالتالي يعني طفل هيكره اصلا قعدته في البيت. فاحنا لازم نهدي شويه من الاسره المصريه شويه من المشكلات اللي احنا فيها. لا احنا هنقول احيانا بتبقى مفروضه علينا المشكلات، نتعامل ازاي؟ جميل. احنا لسه كنت هقولك في الموضوع ده تلقائيا. ضروري يعني. ولكن احنا هو لازم نتخانق قدام ولادنا؟
غصب عننا. انا برد يعني ما ينفعش ندخل اوضتنا ونقفل الباب علينا، وعلى الاقل مثلا هو ممكن يسمعوا شويه لكن على الاقل ما يشوفوش الشكل والرياكشن واحنا بنتخانق بالمنظر ده. كميه الغضب بيتخضوا من الاصوات العاليه وبيتخضوا من الرياكشن، كميه التعبيرات اللي على وشنا واحنا غضبانين رهيبه، بتخوف الطفل جدا. فدي تاني حاجه لازم الاسره تستعد ليها. تمام. تالت حاجه بقى، عايزين نقلل او نخفض شويه توقعاتنا من ولادنا. احنا دلوقتي كل في بيت كل هنتكلم عايزه ابنها الاول واشطر واحد. تمام. نعمل ايه بقى؟ طب ولما يجيب درجات قليله ويبقى الثالث؟ لا ما انت كلمينا بقى، انا مش هقاطعك تاني وتكلمي وقولي الفكره. طيب دي احنا عايزين نقلل توقعاتنا شويه من ولادنا، ما نخليهاش عاليه قوي 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 لدرجه ان احنا لما مثلا احنا حاطين في اعتبارنا ان الطفل مثلا ممكن يجيب مثلا 80 من 100 مثلا في امتحان من الامتحانات. حضرتك لما يجيب هو 50 ايه اللي هيحصل لك وهتعملي فيه ايه؟ هيبقى في رد فعل سلبي. تمام. هتزعلي جدا، هتنتقديه، هتعاقبيه. فليه احنا نوصل للمرحله دي؟ بالتالي الطفل يوصل له فكره ان لا الدراسه دي مش حلوه، انا بتعاقب عليها وبس. لازم نتقبله سواء في وهو جايب درجات عاليه او درجات قليله. تمام. فاحنا عايزين نخفض شويه توقعاتنا من ولادنا بحيث ان احنا ما نحبطش وهم كمان يحبطوا. يعني احنا مثلا يعني انا فاكره كان في حاله جات لي مره، بس كان بقى في كليه مش في فتره الابتدائي. كان طول حياته راسم خطه كده وراسم الحلم كله ان هو هيدخل كليه الطب. تمام. وللاسف مجموعه يعني خانه خالص ومجموعه جاب كليه اقل. عايز اقول لك ان هو دخل في نوبه اكتئاب شديده جدا جدا، ولدرجه انه خلاص ما بقاش ياكل ولا يشرب ومش عايز ينام ومش عايز يقابل حد خالص، وبقى خلاص بقى بياخد علاج نفسي. طب ليه؟ بسبب ايه؟ اولا لان توقعاتنا كانت عاليه جدا جدا، ثانيا لان احنا ما كانش عندنا بديل. لازم لما نحط خطه لنجاحنا ونحط لاولادنا، نعلم ولادنا ان هم يحطوا بديل، عشان لو ما وصلش لاول حاجه هو عايزها يوصل للثانيه. لكن لو حط بديل واحد بس، يعني حط خطه واحده بس، هيحبط لو ما وصلش ليها. تمام. فدي ثالث نقطه مهمه جدا، نقلل شويه توقعاتنا علشان احنا حتى كأمهات نهدى نفسيا شويه. بس اعتقد الجزئيه دي محتاجه ان احنا نبقى مقتنعين بيها. أكيد. يعني انا مش المفروض ان انا ارفض ان ابني ما يجيبش درجات اعلى درجات. طب ايه البديل؟ اقتنع بايه؟ هل ده يعني امر متعارف عليه ان الطفل احيانا مش هيكون نسبه تحصيله كبيره، فبالتالي انا واتعامل كمان ازاي؟ طيب خلينا نحط نفسنا في مقارنه. مين افضل؟ ان انا ابني يكبر سوي نفسيا وفي مرونة في التعامل معاه وفي تفاهم ما بيننا وبين بعض وفي تواصل ما بيننا كويس، وبالتالي هيطلع نتيجة ده تركيز أعلى في مدة قصيرة، ولا يبقى في اضطراب في العلاقة ما بيننا، في عنف ما بيننا، فيكره الدراسة ويكره الحياة ومش هيحصل. بالظبط. لكن انا اقدر اعالج تقصيره. بالظبط كده. تمام. فاحنا نعامل الطفل كويس جدا بتفاهم واحترام ومرونه ونبعد عن الضغط النفسي اللي احنا نضغطه اولادنا. هتلاقوا تركيز اعلى في مده قصيره ودرجات اعلى ان شاء الله. تمام. لكن هنفضل نضغط عليه ولازم تخلص الهوم ورك دلوقتي ولازم تعمل كذا وتفضل طول اليوم قاعد على المذاكره، يبقى حضرتك كده هيفضل طول اليوم بيذاكر ومش هيجيب درجات العاليه اللي احنا عايزينها. معانا لسه اسئله هنتكلم على الجزئيه دي. فدي جزء مهم جدا.